ازيكم يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير. النهارده هنعمل وصفة حلوة قوي. هنعمل السمك المقلي بتتبيلة حلوة قوي. هيطلع معاكي ناشف شارب زيت وكمان ريحته جايبة آخر الدنيا. يلا بينا نشوف احنا نعمله مع بعض ازاي. بس ما تنسيش بقى في الاشتراك واللايك. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض. دلوقتي هنخش في التتبيلة اللي هعملها للسمك. معايا هنا معلقتين من الثوم، ومعايا قرنين من الفلفل، واحد حار. معايا معلقتين من الخل، معلقتين من الزيت، هنوصل ليمونتين. بالنسبة للبهارات ملح كمون شطة كزبرة ناشفة. وهبتدي أضربه كله في التتبيلة لغاية ما يتنعم. ودي تبقى التتبيلة الجميلة اللي احنا هنسقي بيها هنتبل بيها السمك بتاعنا. ده تعتمدين أي سمك أنت بتعمليه حتى لو مشوي. التتبيلة دي جميلة جدا، بتخلي طعم السمك حلو أوي. طيب السمك هنا عندنا متنضف وزي الفل بالشكل اللي انتوا شايفينه. هجيب بقى سكينة وابتدي أقطع كده قطعتين 3 على قد حجم السمك وعلى قد ما انت حابة. قطعته أنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هنجيبه وننزل فيه نبدأ بقى نتبله كده. بعد خلاص ما قطعناه في التتبيلة الحلوة بتاعتنا، نحاول ندخل بقى التتبيلة كده في الفتحات وندخله جوه من جوه كده في الخياشيم. يعني نغرق السمك في التتبيلة اللي احنا عملناها، مش نحطها كده في الفتحات وخلاص، لا، من جوه ومن بره في كل حتة بنحط التتبيلة. شايفين بالشكل ده كده على قد ما تقدري علشان اللحمة تتشرب بالتتبيلة. خلاص يا حبايبي احنا عملناه كله. وبعد كده هركنه بقى على جنب علشان يحيق، يعني هركنه بتاع ساعة. بعد كده بجيب طاسة على النار بحط فيها شوية زيت حلوين. وبعد كده بقى عندي نص كوباية من الدقيق، لأن أنا مش عندي السمك مش كتير فمش هكتر دقيق. بحط عليه معلقتين من النشا، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة شطة، ومعلقة كمون. أنا مش مكترة الملح في التتبيلة عشان قعدتها ساعة. خدوا بالكم لو انتوا هتقعدوا وقت صغير بتزودوا الملح، فتسيبوه وقت كبير ما تزودوش الملح. بعد كده خلاص انا كنت معليه النار على الزيت. مجرد ما بحط السمك ببتدي اوطي العين. خدوا بالكم من الملحوظه دي عشان السمك ما يكونش عندنا ني، يستوي وياخد التحميره الحلوه دي. وببتدي مجرد ما اشوف السمكه من تحت خدت اللون الذهبي بقلبه على الناحيه التانية. ومجرد الوشين يبقوا اخد اللون الذهبي بجيب كده بالمساكه واروح مطلعاه على مناديل عشان لو في اي زيت ولا حاجه يتشرب. تمام كده. احط بقى بقيه الكميه. شايفين؟ شفت من تحت خلاص اخد اللون الذهبي الحلو وبقلبه على طول كده. حبايبي خلاص زي ما انتوا شايفين السمك خلاص استوى. مش هسيبه اكتر من كده في الزيت وهطلعه بقى. واهم حاجه نطلعه على مناديل عشان يتشرب الزيت، مبقاش فيه زيت خالص. تمام كده حبايب قلبي، عملنا احلى سمك ممكن تعمليه بتتبيله جميله وريحته حلوه ومقرمش خالص شارب زيت. كده وصفتنا حبايب قلبي انتهت. اشوفكم بخير في وصفه جديده. الى اللقاء، باي باي.